يسعد أوقاتكم جميعا. جبت لكم اليوم هاي الوصفة اللي هي المعروك، ومين مننا ما بحب المعروك؟ هاي الأكلة اللذيذة واللي بتصير بسرعة عن جد. إذا بتجربوا هاي الوصفة اللي أنا رح أعطيكم إياها بتاخد العقل. أول شي بتحطوا كاستين من الحليب الدافي، لازم يكون الحليب دافي وما كتير سخن وإلا بتخرب معكم الخميرة. بتحطوا ظرف الخميرة الفورية ونص كاسة سكر، بتخلطوهم منيح وبتعيفوهم لمدة ربع ساعة لحد ما تشوفوا الخميرة مثل ما لكم شايفينها بالفيديو انه اشتغلت. وبتحطوا بعدها نص كاسة شاي زيت مازولا، وبتحطوا بيضتين ورشة ملح، معلقة صغيرة يانسون وشمرة بتطلع كتير طيب. وإذا ما توفر عندكم بتحطوا معلقة صغيرة من المحلب، طبعا لازم نحط المحلب يعني، بس عبقلكم إذا ما توفرت الشمرة واليانسون بيكفي بس المحلب. معلقة كبيرة بيكنج باودر ونص معلقة صغيرة ملح، وبنخلطن. وبعدها بنضيف الطحين. الطحين هون أنا أخذ معي تقريبا 7 كاسات، بس انتو بتبلشوا من بعد ال6 كاسات بتشوفوا بتحركوا لحتى يطلع معكم الخليط ما يكون كتير سميك، يعني كل واحد وحسب الطحين اللي عنده. وآخر شي بعد ما حطيت الطحين وعجنتن حطيت الزبدة. الزبدة عبارة عن معلقتين كبار، ولازم تكون طالعة من البراد بحرارة الغرفة، يعني لازم تكون طرية. بنعجنها كتير منيح مع الزبدة لحتى العجينة تتشرب الزبدة وبتصير العجينة ناعمة وما أحلاها مثل ما لكم شايفينها. بندهن الصحن زيت وبنغطيه وبنتركه يتخمر لمدة ساعة. وإذا عملتوا العجينة مثل ما عبقلكم بس بدكم تكشفوا الصحن بدكم تشوفوه ما شاء الله تخمر وصار بياخد العقل. عن جد العجينة هي هلأ هيك مثل ما لكم شايفينها ريحتها كتير طيبة حتى من قبل ما تنخبز، تخيلوا. هون بقى بنجي للتقطيع. قطعوه أول شي بالنص، وكل نص قطعوه لقطع صغيرة مناسبة. مثلا اللي عنده أولاد صغار فيه يصغر القطع أكتر. أنا بحبه هذا المقاس اللي انتو شفتوه، بتطلع القطعة لا كتير كبيرة ولا كتير صغيرة. وطبعا ريحة المعروك كليتنا بنعرف انه بتاخدنا لذكريات الطفولة. إن كان بنص شعبان لازم نوزع على الحارة كلها، والحارة كلها توزع لنا منه ونشتري منه. وأكيد برمضان ما بيصير بلا. وهون بعد ما قطعته وعفت مجال شوي بيناتهم غطيته لحتى يتخمر، وما شاء الله شوفوا بعد التخمير شلون صارت القطع بتجنن. هون أنا مشان يعطي اللون الذهبي حطيت بيضة مع شوية حليب ورشة فانيليا، ودهنا الوجه بهذا الخليط ورشينا عليه حبة بركة وسمسم مو مقلى. فيكم بهالمرحلة وقت اللي بدكم تحطوه بالفرن محمى طبعا سابقا من فوق ومن تحت. أنا أخذ معي قريب 35 دقيقة وطلع ما شاء الله مثل ما لكم شايفينه. فكنت عم بقولكم بهالمرحلة فيكم تحضروا قطر هيك لو كاسة صغيرة وتدهنوا وشه مباشرة بس بيطلع من الفرن، لأنه أنا بالوصفة مالي محليته كتير. فوقت بتحطوا القطر بتتجانس الطعمة وبطلع كتير حلاوته طيبة ومقبولة. مباشرة هو سخن بتحطوا القطر البارد وبترشوا عليه جوز الهند. وهون خدوا بقى الروايح اللذيذة. طلع المعروك مثل القطنة عن جد، شوفوه بالفيديو مثل ما لكم شايفينه. الريحة والطعمة لسه بتاخد العقل، يعني طعمة الشمرة واليانسون والمحلب بتعطيه طعم غير شكل، كأنه جاهز بصيروا حتى أطيب. وبضل هيك هش وطري يومين وثلاثة وبياخد العقل. إن شاء الله رح أنزلكم كمان وصفات، بس بدي منكم لو سمحتوا تتابعوني على قناتي هاي لحتى أصير أنزلكم كل شي وتشوفوا كل شي جديد أنا بدي أنزله. كان في المعروك الرقيق عنا بحلب بيجي على وشه دبس وحبة بركة وسمسم كمان، هداك كتير طيب ولكن طعمه بيختلف عن هذا المعروك السميك. سبحان الله كل واحد يعني بيعطي طعمه. كمان هداك طيب، وممكن إن شاء الله أعمله إذا شجعتوني وتابعتوا الصفحة. وإذا صاروا عملتوا الوصفة كتبولي في التعليقات إذا نجحت معكم وطلعت بهالشكل وبتنورولي، وإن شاء الله صحة وألف هنا سلفا.